خليهم بقى يشوفوا مين هيبص في وشها دلوقتي وهي مطلقة ومعاها عيلة. بصيت حواليها في الصالة، عينيا جت على طرحة سمر اللي كانت نسياها على طرف الكنبة، وعلى ركن بنتي الصغير اللي فيه لعبها. فجأة صوت الضحك بدأ يزعجني، كأنه ضجيج ملوش معنى. أمي قربت مني وبست راسي وقالت: ولا تزعل نفسك يا حبيب أمي، ستها نخطبها لك بكرة، واحدة تعرف قيمة العيلة وتعرف يعني إيه طاعة. مش دي اللي كانت بتنقرنا في الكبيرة والصغيرة؟ هزيت راسي بالموافقة وأنا بحاول أبتسم، بس جوايا غصة. دخلت أوضتي عشان أهرب من زحمتهم. أول ما قفلت الباب السكون كان مرعب. ريحة البرفان بتاعها لسه في الجو، والمراية لسه عليها الروج اللي كانت بتستعمله. فتحت الدولاب، لقيت نص الدولاب فاضي. خدت لبسها وهي ماشية، بس سابت وجع مالي الأركان. تليفوني رن، كانت نجلاء أختي بتبعت لي فيديو وهم بيوزعوا الشربات قدام العمارة، وصوت الزغاريد مسمع الشارع كله. لأول مرة أسأل نفسي، أنا عملت إيه؟ كنت عايز أهددها، كنت عايز أكسر مناخيرها عشان ترجع خاتم في صباعي. بس منظر الزغاريد والفرحة في عين أهلي حسسني إن الجسر اللي كان بيني وبينها اتهد تماماً، وإن سمر اللي شفت في عينها نظرة الموت وهي خارجة مش هي سمر اللي كنت بزعق لها وتصالحني بكلمتين. تاني يوم الصبح صحيت على صوت البيت وهو هادي زيادة عن اللزوم. مفيش حد بيحضر فطار، مفيش صوت بنتي وهي بتجري. خرجت الصالة لقيت أمي وإخواتي مشيوا، والبيت بقى خرابة بجد. قفلت معاها وأنا متضايق ورنيت على نجلاء. إيه يا جاسر؟ تنظيف إيه بس يا حبيبي؟ أنا لسه راجع من